فيها إبعاد من عمر هوساوي العائد لهذه المباراة بعد أن غاب عن مباراة الشباب. صافرة الروس تشير على خطأ ولربما على بطاقة صفراء ثانية بالفعل تظهر على جحفل محمد. أو على دياغو أو على ديغاو البرازيلي في اللقطة الماضية في هذا التدخل من أمام نايف هزاز، أو على ديغاو البرازيلي في اللقطة الماضية في هذا التدخل من أمام نايف هزازي. إذا ديغاو يتحصل على بطاقة صفراء الثالثة. سعود نقلة أمامية لحسين، حسين عدم تفاهم فيها سقوط وفيها قرار على ضربة مرمى. حسين شيعان وحسين عبد الغني كاد أن يقعون في المحظور. و14 لصالح الهلال، والهدف رقم يوسف الثريان ب6 أهداف كما هو الحال لياسر القحطاني ب7. هذه لقطة محمد اللي مسجل 4 أهداف، وبالتالي ينتظرون جماهير الهلال بأن يظهر الميدان. أما هنا السهلاوي اللي يظهر بركلة جزائية في الدقائق الهدف العاشر إذا ذهب على تنفيذ هذه الكرة. هذا السهلاوي محمد، والاشتراك اللي حضر مع قائد فريق الهلال سعود كريري، ولكن ستبقى على طاولة الزميل عبد العزيز البكر والدول. في ديربي الشتاء شوف راح يكون له تأثير كما شاهدنا في الرمية الجانبية من خالد الغامدي بتنفيذ خاطئ واستمرارية، والكرة لصالح الهلال. خطأ آخر لصالح فريق الهلال ولصالح إلتون الميدا على خالد. عودة النصر للدوري من جديد. كرة الآن لصالح السهلاوي، تخلصت محمد الشلو إلى ياسر في تدخل عنيف وفي تهور وفي بطاقة صفراء لخالد الغامدي. بطاقة صفراء أخرى لخالد الغامدي، واحد من الأسماء المهددة بالإيقاف في المباراة القادمة مع عبد العزيز الجبريل للنصر، فيما ياسر الشهراني وخالد كعبي يكونون هما الأسماء المهددة بالإيقاف فيما لو تحصلت على بطاقة صفراء، وبالتالي خالد الغامدي لن يتواجد في المباراة القادمة للنصر.